المحكمة أيضا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحق العدل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي هدانا لهذا وما كنا مهتدين إلا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. السادة الحضور، الهدوء التام. أي حركة، أي صوت سنعتذر فورا. أكرر، أي حركة، أي صوت حتى نهاية الجلسة سنعتذر فورا. وسنطبق القانون بكل حزم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتهمون: محمد حسني السيد مبارك موجود. حسين كمال الدين إبراهيم سالم. علاء محمد حسني السيد مبارك. فندم. جمال محمد حسني السيد مبارك. فندم. حبيب إبراهيم العدل. فندم. أحمد محمد رمزي عبد الرشيد. فندم. عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد. أفندم. حسن محمد عبد الرحمن يوسف. أفندم. إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر. أفندم. أسامة يوسف إسماعيل المراسي. فندم. عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي. فندم سيادة الرئيس. يثبت حضور جميع المتهمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تبدأ المحكمة ببعض كلمات في بداية المحاكمة المخصصة للنطق بالأحكام. إن واقعات التداعي المعروضة حسبما بان للمحكمة واستقر في وجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي وما كشف عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلمة ويميت الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة
ملء البصر والعين، مستقرة لا مراء فيها ولا شك. فإذا بزغ صباح يوم الثلاثاء 25 من يناير سنة 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل، أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة، فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد ل30 عاما من ظلام دامس حالك أسود 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 اسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة. وهكذا كانت إرادة الله في علاه، إذ أوحى إلى شعب مصر وأبنائها البواسل الأشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى، لا يطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا، بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش، يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفئ ظمأهم بشربة ماء نقية، ويسكنهم بمسكن يلملم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وانعدام آدميتهم بعد أن افترشوا الأرض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستنقعات، وفرصة عمل لعاطلين بالمئات والملايين تضر عليهم رزقا كريما حلالا يكفي بالكاد لسد حاجتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق إلى الحد اللائق بإنسانيتهم، سالمين 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 منادين سلمية 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 ملء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لا تقوى على المناضلة والجهاد، صارخين مستصرخين ارحمونا يرحمكم الله، انقذونا أغيثونا، انتشلونا من عذاب الفقر وهوان النفس وعهد الذل. وقد كواهم تردي حال بلدهم ووطنهم مصر العزيزة عليهم اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتعليميا وأمنيا، وانحدر بها الحال إلى أدنى الدرجات بين الأمم، وهي التي كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها، فأصبحت تتوارى خلف أقل وأبسط الدول المتخلفة في العالم الثالث. ماذا جرى لك يا مصر يا من ذكرك الله في كتابه العزيز بالأمن والسلام؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لقد تآلفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم، ألف الله بين قلوبهم وصاغها في قلب واحد بقدرته سبحانه، فلو أنفق العالم بأسره ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله بعظمته وما قدره ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة، وظللهم بجراد الحق فزهق الباطل فكان زهوقا، وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا. فمحى الله آية الليل المظلمة
وجعل آية النهار مبصرة ليبتغي شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر الأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الأمم. من ذلك الضياء الذي أشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد ما يكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل، يحمل على كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر، مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية في وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الإثم والطغيان والفساد دون حسيب أو رقيب، حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم التي في صدورهم. ومنطلق العدالة فقد أحيلت إلى هذه الدعوة إلى المحكمة لتحاكم رأس الدولة ومن شغلوا المناصب العليا بموجب أمري الإحالة بالاتهامات المنسوبة إلى كل منهم. وكان يوم 3 أغسطس عام 2011 يوما مشهودا اعتلت فيه المحكمة منصة العدل والحق وقبع المتهمون في قوس الاتهام. ومن ذلك التاريخ أخذنا على أنفسنا عهدا بالحق والعدل، أن نؤدي الأمانة إلى أهلها وأن نحكم بين الناس بالعدل كما كان عهدنا دائما، لا نفرق بين هذا وذاك، كما سبق أن حاكمنا وحكمنا وأخذنا مبدأ المحاكمة المنصفة فطبقنا الحقوق الشرعية للمحاكمات كما تواترت عليها الأحكام القضائية والفقه والقانون، وأنزلنا عليها صحيح أحكام القانون. ولم يشغلنا سوى أن تجرى هذه المحاكمة التاريخية على أكمل وجه من الحق والعدل. نبراسنا إعطاء الحق لأصحابه مهما كان كبيرا أم صغيرا، فكان عهدا على هذه المحكمة منذ اللحظة الأولى أن توالي نظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة، وكان لها ذلك. وكان عهدا على المحكمة أن تحكم زمام إدارة الجلسة بكل الاقتدار لتخرج بها ناصعة لا يشوبها شائبة، وكان لها ذلك رغم ما عانته من عبء لا يتحمله بشر، وكان لها ذلك. وكان عهدا على المحكمة أن تستمع صاغية بكل الاهتمام لكافة الأطراف فصبرت صبرا لا يطيقه الصابرون وتحملت. وكان عهدا على المحكمة أن تعطي وكلاء المدعين بالحق المدني حقهم في شأن دعواهم وعلى قدرها القانوني، وإن جاوز ذلك فهو حق لم تعيد عنه المحكمة ولم تحيد عنه. وكان عهدا على المحكمة أن تعطي الفرصة للدفاع بأكمله أن يستخرج ويحصل على ما يراه لازما من مستندات وأوراق يدافع بها عن وجهة نظره. وكان أن أعطت الجميع الفرصة تلو الفرصة ليرتاح الدفاع إلى دفاعه. وكان عهدا على المحكمة أن تستمع إلى شهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة، فاستمعت إلى البعض منهم، إلا أنه حين ظهر للمحكمة حال أدائهم الشهادة أمامها أن منهم من قد تم مدحه على شهادته، والآخر قد اتهم بشهادة الزور، والثالث قد سبق الحكم عليه في جريمة إضاعة وإتلاف دليل من أدلة الدعوة، فلم تجد المحكمة مناص
من عدم التعويل على شهادة كافة الشهود المتقدمين في الدعوة. ولم تجد المحكمة بدا لإظهار الحقيقة وتبيان الحق في الدعوة من أن تستدعي كبار المسؤولين في الدولة الذين عاصروا الأحداث، فوجدت أن في شهادتهم إحقاق الحق والقول الذي سوف ينير الطريق أمام المحكمة للقول الفصل فيها ويزيح عنها الغموض، فكان لها أن استدعتهم الواحد تلو الآخر للإدلاء بشهادته التاريخية أمام الله وأمام المحكمة. وكان عهدا على المحكمة أن تستمع بكل الترحاب وسعة الصدر والاهتمام البالغ إلى هيئة الدفاع جميعه، فأعطتهم كل حقوق الواجب بما يتفق مع أصول المهنة وآداب الحرفة، فكان أن اتسع صدرها لكل من أبدى قولا وتعبيرا ودفاعا ودفوعا، وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة ومكتوبا وما يعن لهم من تقديمه من أوراق ومستندات، ولم تغلق المحكمة أمامهم ثمة طريق للدفاع، فأعطتهم حقهم دون كلل أو ملل، وتأنت وصغت لهم فحققت لهم كل وسائل الدفاع، بل أكثر من ذلك. فلكي توفي المحكمة بعهدها أن تكون هذه المحاكمة محاكمة منصفة، فقد سمحت لكافة المتهمين أن يبدي في جلسات أمامها كل ما يراه للدفاع عن نفسه، فضلا عما أبداه الدفاع عنه من مرافعة شفوية ومكتوبة. وكان للمحكمة ذلك ليطمئن وجدانها ويهدأ بالها من أنها كعهدها أعطت كل ذي حق حقه. وبعد جلسات متعاقبة يوميا بلغت في 11 ساعات وأكثر، حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدل والمحاكمة الشرعية القانونية دون إخلال أو التفاف عن حق لأحد، فقد أغلقت باب المرافعة. وحدث اليوم السبت 2 يونيو عام 2012 موعدا للنطق بالحكم. وفي إحصاء سريع فقد بلغ عدد جلسات المحاكمة 49 جلسة متعاقبة، وبلغ عدد ساعات المحاكمة نحو 250 ساعة، وبلغ عدد أيام المرافعة المدة من 3 يناير وحتى 22 فبراير 2012 يوميا بما يقرب من 2 متواصلين. وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد على 700 صحيفة، وبلغ عدد صفحات أوراق الدعوة والمرافعات والمذكرات والمستندات ما تجاوز 60,000 صفحة. وفي ختام هذه المقدمة السريعة الموجزة لأصول المحاكمة الناجزة أقول: لم يهدأ لنا بال معالي المستشار الجليل محمد عاصم بسيوني، معالي المستشار الجليل هاني بيك برهان رئيس الدائرة، لم يهدأ لنا بال ولا يغمض لنا جفن طوال ما يزيد على 100 يوم منذ إقفال باب المرافعة وحتى صباح اليوم. أقول: حكمنا يا ربي فأمليت حكمك على قلوبنا وأنطقت به ضمائرنا وألسنتنا، فأنت يا رب الحق سبحانك القائل في محكم آياتك: إن الحكم إلا لله يقص الحق
وهو خير الفاصلين. وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. سأتلو منطوق الأحكام، وعلى الجميع التزام أماكنهم حتى يمكن للمحكمة أن تدلي بفقرات بسيطة من أسباب الحكم الذي كتب بخط اليد، وإلى أن يتم نسخه سيكون تحت بصر النيابة العامة والمتهمون. الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحق العدل. بعد الاطلاع على المواد 15/1 و17 و18 و304 و309 و313 و384 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 30 و40 ثالثا و45 واحد و46 و234 و235 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غيابي. أولا، بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثانيا، بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العدل بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثالثا، بإلزام المحكوم عليهما سالف الذكر بالمصاريف الجنائية. رابعا، بمصادرة المضبوطات المقدمة، موضوع المحاكمة. خامسا، ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، حسن محمد عبد الرحمن يوسف، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، أسامة يوسف إسماعيل المراسي، وعمر عبد العزيز فرماوي عفيفي، مما أسند إليه كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة. سادسا، بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. سابعا، ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها. ثامنا، بحالة الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة
إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الأسباب: بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها، بما هو ثابت في الأوراق، بما تطمئن إليه من أدلة وقرائن مهما بلغت، فهي الأمينة على الدعوة، وهي التي تحقق وتدقق. ومن خلاصة القول أن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخرى، فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا. وتود المحكمة أن تشير إلى أن الاتهام الخاص بالعطية، وهي موضوع الفيلات الخمس، قد انقضت بمضي المدة لمرور 10 سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة 15 من قانون العقوبات، مع التفصيل الوارد بالأسباب. أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادة الشرطة، فإن المحكمة بعدما استمعت إلى شهود في هذه القاعة، وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوة التي تشاهدونها جميعا، وما بلغت من أقرب من 60,000 صحيفة، بكل دقة وكل عناية، قد ارتأت المحكمة بناء على كل ذلك أنه إذ لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها أو حتى الآن، فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء. خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات، فحصتها المحكمة فحصا دقيقا وشاهدتها بنفسها. خلت من أدلة مادية، عتاد، ذخائر معتبرة تطمئن إليها المحكمة يمكن إسنادها إليها. ثالثا، خلت أوراق الدعوة وما قدم فيها من مستندات، من تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليها المحكمة وتثبت على سبيل الجزم والقطع واليقين الذي هو مبراس المحكمة أن الفاعلين الأصليين هم رجال الشرطة. رابعا، خلت أوراق الدعوة مقدمة فيها من مستندات ومضبوطات، من ضبط أي اتصالات سلكية ولا سلكية أو ثم التسجيلات تعتمد عليها المحكمة في الإدانة. خامسا، أن المحكمة لا تطمئن إلى ما تم إثباته بدفاتر مخازن السلاح بقطاعات الأمن المركزي المقدمة في الدعوة وتطرحها لما يساورها من شك بشأنها. سادسا، خلت أوراق الدعوة من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهم قد حصلت من أسلحة رجال الشرطة. سابعا، أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وإن صح ما أثبت بها من إصابات، لكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها. ثامنا، خرجت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جاذم يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه من ارتكاب أي من المتهمين المذكورين الواقع. والمحكمة تاسعا تود أن تضيف أنه غني عن البيان أن تؤكد أن إلى ما نسب إلى المتهمين بالاشتراك بالامتناع فعل الامتناع لم يتوفروا إلى المتهمين الآخرين، وعلى ذلك قضت لهم بما تقدم.
ولا يسع المحكمة في هذا المنحى من التداعي بما سطرته بيمينها الطاهرة وما وقر في ضميرها عن حق وصدق وما استقر في وجدانها عن يقين وجزم، إلا أن تذكر ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، لعل من يقرأها يعود إلى الرشد ويتقي الله في علاه فيجعل له مخرجا. ومن آياته سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك خير إنك على كل شيء قدير. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمله؟ قد خسر أنفسهم وضل عنهم. خدم المحكمة أسباب حكمها وقول الله في علاه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق لقد جئنا بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. انتهت الجلسة أخيرا.